راكم بنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكون احوالكم كلها بخير وعلى خير. كما كتشوفوا اليوم بغيت نشارك معكم الغداء ديالنا بالكالامار والصول وشويه ديال الشلاضه. كما كتشوفوا انا ديجا قطعت الكالامار ديالي، رقدته في واحد الحامضه، عصرتها وشويه ديال الملحه، يعني ديجا يعني بشي ساعه تقريبا باش رقدتهم وخليته على جنب. والصول ديالي كما كتشوفوا درت معاه شويه ديال الحامض وشويه نص حامضه تقريبا عصرتها، وشويه ديال الملحه وشويه ديال الكمون والابزار. بغيتي تزيدي ليه واحد الرويس ديال الثومه زيديه، ما بغيتيش كتكتفي غير بهاد العطريه صافي. وكنخليوه يترقد مزيان باش يشرب ديك التشرموله ديالو. هانتوما كتشوفوا الكالامار ديالي راه ديجا يعني درتو ساعه قبل. دابا غادي نصفيوه من داك الحامض وداك الماء باش نديروا ليه التشرموله ديالو. هانتوما نحيدوا ليه الماء ديالو كامل ونصفيوه باش ندوزو للعطريه ديالو. هانتوما شفتوا صفيتو من الماء بالكامل وصافي. غادي ندوزو باش نديروا ليه شويه ديال العطريه فيها غير الكمون والابزار وشويه ديال التحميره الا بغيتي. انا ديجا درت التحميره ودرت بزار والكمون. الملحه اختياري، كتزيدي شويه يعني كتشوفي، لان ديجا رقدنا في الملحه، كتحاولي ما امكن ما تكثريش الملحه حتى الاخير فاش يطيب، وزيدي لي شويه ديال الملحه والكمون. انا راه ما درتش الملحه هنايا، درتها في الاول فاش درتو مع الحامض صافي. هانتوما كتشوفوا دابا غنخليه يترقد باش ندوزو للشريضات ديالنا اللي غنرافقوا معاه. هانتوما غادي نديرو شويه ديال البربه، شي 3 ديال الحبات ديال البربه، المهم شلاضه عاديه. وغنزيدو بطاطا، غنديرو خيزو، شلاضه ديال الخيزو حتى هي ديال الجزر حتى هي كتجي رائعه. غادي نقطعوهم وغنديرو معاه الخس باش غنفرشوه الحوت ديالنا. حتى الا بغيتي ديري شلاضه حتى هو ترافقيه مع الليمون ماشي مشكل، انا اكتفيت غنديرو غير مع غنفرشو الصول ديالي والكالامار. غادي نقطعو دابا البطاطا ديالنا والبربه وخيزو، غنديروهم يتفوروا ونرجع معكم ملي يكونوا الخضره ديالنا تفورات كامله. هانتوما البنات شفتوا انا فورت خيزو، يعني قشرته وقطعته قطع صغيره وفورته، والبربه والبطاطا هانتوما كتشوفوا حيت ليها القشره وفورتها حتى هي. وعندي هنا الفلفله شويتها في الفرن، ومطيشه قطعتها، والربيع والثومه. هادي غنديرو تكتوكه كتجي روعه صراحه، خصوصا الا درتي الفلفله ديالك في الفران ونقصتي ليها البوطه، صراحه كتجي بحال الزبده، كتجي رائعه. حنا نقطعوا المطيشه ديالنا كلها 2 حبات ديال المطيشه، المهم على حسب الكميه اللي عندك. صافي البنات هانتوما كتشوفوا غادي نقطعوا الفلفله ديالنا حتى هي والربيع والثومه. ها حنا البنات غادي نقطعوا هاد الفلفله نزيدوها على المطيشه صافي. وغادي نديرهم شويه ديال الزيت وشويه ديال الكمون وشويه ديال الابزار وشويه ديال التحميره صافي، ونديروهم في عافيه ونقصوا لهم شويه البوطه باش طيب معنا المطيشه ديالنا صافي. البنات غادي نقطعوها كامله. نتوما كتشوفوا انا حطيتهم في دفعه واحده، يعني حطيت فلفله وحده فوق وحده باش نربح الوقت صافي. وغادي قطعتهم قطع صغيره وغنديروهم في الكاسرونه ديالنا اولا في الطاوه باش نديروهم فوق البوطه صافي. نساليو غادي ندوزو عاوتاني. هانتوما راه مازال ما قطعنا، انا كيسحاب نقطع حتى الربيع مازال ما قطعته
صافي غادي نقطعوا الربيع ديالنا وغادي نحكوا الثومه، داك الرويس ديال الثومه، لان هي ضروري الثومه والربيع والكمون والبزار هادو اساسيين وتحميره في هاد التكتوكه. نحكوه بحكاكه صغيره. صافي البنات غنديروها في البوطه وغادي نرجعوا للشلاضه ديالنا، اولا ندوزو الحوت، نقليو الحوت ديالنا بعدا. هانتوما خديت الدقيق وغادي ندوز فيه هذاك الصول، غندوز داك الصول كامل في الدقيق ونخليه على جنب. قد ما خليتيه درتي ليه الدقيق وخليتيه واحد شويه كيشرب داك الدقيق باش ما كتكحلش ليك الزيت وما كتوليش كلها ما كتكونش عندك الكوزينه فيها الدخان، حيت ملي كتحرق الدقيق كتولي الكوزينه ديال كلها دخان. انا كندوزو في الدقيق وكنخليه واحد شويه على ما كيشرب داك الدقيق كامل، وعاد كنقليه، ما كنقليهش مباشره ملي كنديرو في الدقيق. كملوا الحوت ديالنا ونرجعوا للكالامار. هانتوما غادي ناخذ واحد الشبكه او صفايه وغنلوح الدقيق ديالي فوق من داك الكالامار كامل باش يتغلف ليا بالدقيق. هانتوما شفتوا، نتيا كتلوحي الدقيق ونتيا كتخلطي هذاك الكالامار باش كيتغلف بالدقيق قد ما كان مغلف الدقيق مزيان. صافي وغادي نغربلوه بهذيك سميتها باش ما يوسخش لينا الزيت وما يحرقش لينا الزيت، وتا هو كنخليوه على جنب واحد المده غير على ما كيشربوا. صافي هانتوما كندير بهذه الطريقه هذه، كنبقى نقلب حتى كيتحيد داك الفائض ديال الدقيق، كيتحيد كامل وكيبقى عندي غير الكالامار ديالي مع الدقيق. صافي وغادي نخليه دابا تيشرب داك الدقيق ديالو مزيان. صافي غندوزو البطاطا ديالنا، انا قطعتها وغندير لها واحد 2 معالق ديال الخل هي والباربه حتى هي مقطعه، وندير ليها شويه ديال زيت المائده اولا زيت الزيتون اختياري، شويه ديال الملحه. نتوما كتشوفوا انا كندير التشرموله البطاطا بوحدها والباربه بوحدها، لان الا درتيهم وخلطتيهم كتولي كلها كتولي حمراء. انا كنحاول ما امكن. انتم شفتوا انا درت غير زيت المائده وشويه واحد القبيصه ديال الابزار، شويه ديال الخل والزيت والملحه والابزار. صافي غادي نخلط هذه ديال البطاطا تتخلط مزيان، وعاد غنضيف ليها ديال الباربه هانتوما كتشوفوا باش ما كتوليش كامله حمراء. هذه باغي غير غنقلبها شويه. صافي وغادي نحطها باش نخليهم باش نقدمهم على جنب. دابا غندوزو الخيزو ديالنا كما كتشوفوا. حكيت ليه واحد الريس ديال الثومه وواحد شويه ديال المعدنوس. هانتوما تا بنتي راه مشاركه معايا كتحط شليضات اللي غنرافقوا مع الحوت، شويه ديال الزيت. وسمحوا لي البنات ما صورتش معكم غير واحد شويه، ما صورتش معكم واحد المعلقه ديال الزبده حتى درتها في البوطه، عاد زدت لها ديك المعلقه ديال الزبده. وصافي البنات هكا زوقنا المائده ديالنا باشياء بسيطه بزاف وكتكون في الثلاجه ديالنا وفي البيت ديالنا. هانتوما كتشوفوا التكتوكه، هذا الحوت ديالنا الكالامار والصول. هانتوما كتشوفوا داك الخص انا فرشت به. صافي البطاطا ديالنا والباربه هانتوما كتشوفوا كما قلت لكم. الشليضه ديالنا ديال الخيزو كتجي حتى هي زويونه. وهذه هي المائده ديالنا. وشكرا لكم البنات على التتبع ديالكم للفيديو ديالي، والى اللقاء.